اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمناو نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو انكم تكونوا بخير وعلى خير. سعيده بلقياكم مجددا اخواتي، فيديو جديد نهار جديد ان شاء الله باذن الله. اليوم البنات غادي نحضر معكم واحد الباستيله ديال الحوت، باستيله اللي هي اقتصاديه وكتجي رائعه، بلاش نقول لكم اكثر من رائعه. هني البنات كيف ما شفتوا معايا بديت بالكامبا، بديت كنقشره. شوفوا انا بعد هاد الكامبا باش كنبغي نقشره ما نكذبش عليكم كتعصبني، لان شحال ما قشرتي كتعطيك واحد شويه. شكون اللي كتبقى على البنات كتكونوا متحمسين من بعد ملي كتكملوا بالتقشير كتجبروا بزاف د القشور وشويه د الكامبا. مهم ما علينا، انا وريتكم هنايا قلت لكم شوفوا يلا بديت كنقشر كسرونا عليه ندعمر بالقشور وشويه د الكامبا. زعما مصابكو كانوا كيبيعوها لنا مقشره بالثمن ديال هذه بالقشور. صافي البنات هنايا كيف ما كتشوفوا بديت كنقشر هنايا شويه الكامبا. شوفوا هاد الباستيله د الحوت اللي نقول لكم المقادير ديالها اقتصاديين جدا، لان كتعملوها بداك الشيء اللي متوفر عندكم. يعني كما قلت لكم البنات، يعني اي شحال ما كان متوفر عندكم الحوت كتستعملوه، يعني على قد افراد الاسره ديالكم. صافي ما هنايا من بعد غسلت هذاك الكامبا، خديت شويه القزبر ومعدنوس، ولكن انا وريتكم عندي المعدنوس اكثر من القزبر واحد شويه، غير واحد جوج طيبات ولا ثلاثه، والمعدنوس بكثره. يعني هذا كثروا شويه ديال المعدنوس يكون شويه كثر. كنعملوه في مقلاس كنقطعوه هكا رقيق بزاف. كيف ما شفتوا انا عملت واحد الكميه مهمه جدا. كنعملوه في مقلاس. من بعد غادي نزيد عليه عصير ديال الحامضه واحده هكا غادي نعصرها. شوفوا العكزه معصراها، ما العصرانيش المقله. صافي هنايا من بعد غادي نقطع لهنايا نص حامضه مصيره حتى هي. انا عندي الحامض مصير ديال الدار، حتى نتوما الحامضه واللي كيتشرى من الزنقه عملوا غير نص حامضه. بالنسبه لهاد الكميه هذه غير نص حامضه مصيره بركه كتكفي. هني ديك الحامض كنحاول انني هكا نمعسو زعما بالموس عاد نعملو مع الربيع. صافي هنايا من بعد البنات غادي نحك لحتى الثومه عاوتاني تكون بكميه كثيره واحد شويه. المهم الباستيله ديال الحوت كما عارفين كتحتاج العطريه، حيت كل حاجه كتشرمل بوحديتها. صافي من بعد هنايا البنات غادي نمعس الثومه حتى هي كامله. شوفوا غادي نمعسها كامله كيف ما قلت لكم حتى هي تكون بواحد الكميه هكا كثيره. مثلا تقدروا تعملوا راس كامل في هذا في هذا المقادير اللي عطيتكم، تقدروا تعملوا راس كامل. من بعد كنعمل هنايا الخرقوم، كنعمل واحد المعلقه صغيره عمره، كنعمل معلقه صغيره عمره السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه الكمون غير نص معلقه، وواحد جوج معلقات صغارين ديال التحميره. واهم حاجه في واحد الوصف في هذه الوصفه هذه هي عطريه الباستيله ديال الحوت. كتشرى من عند اي خزين اولا اي هري كبير. والهريسه هذه الهريسه يدويه اللي كنت عملت معكم ديك المره. وصوص الصوجه ضروريه. وبالنسبه للعطريه كتكثروا واحد شويه. انا عملت هنايا جوج معالق كبارين ونص، والملحه غير شويه لان صوص الصوجه مالحه. العطريه ديال الحوت حتى هي فيها شويه الملوحه. الزيت البلديه ضروري، هاد الوصفه تكون فيها زيت البلديه هكا واحد نص كاس باش كنجمعوا به العطريه. وواحد المعلق ديال الطماطم المركزه اولا الصلصه ضروريه حتى هي. صافي هنايا البنات خديت الشعريه الصينيه. في الاول كنت عملت باكيه، من بعد زدت باكيه اخرى بنت لي ما غاديش تقدني. هنايا كنت الكامبا شبرتها وعمرت على القشور ديالها، عمرت عليهم الماء عملتهم كيغليو. من بعد ما غلاو صافي صفيتهم فوق داك الشعريه الصينيه. عرفتي كتشرب داك المذاق ديال الكامبا كتجي رائعه. صافي كنخلي الشعريه كطيب هكا ونخليها تشرب داك الماء اللي عملت فيها. من بعد هاد العطري هاد العطريه ديالي كنزيدها جوج وريقات سيدنا موسى وكنخليها كتقلى جيدا هكا حتى كتشرب داك الماء. حيت عملت لها واحد ربع كاس ديال الماء باش ما تحرقليش العطريه في المقله. هاد العطريه ضروري البنات تقليوها مزيان. المهم وتبقاو تحركوها. ورق سيدنا موسى حتى هي ضروريه. شوفوا من بعد ما كتقلى كيفاش كيرجع الشكل ديالها، وكتكون فيها واحد الريحه بنينه. هاد العطريه هذه كتعطي واحد البنه الباستيله ديالنا. انا هاد العطريه هذه تقدروا تعملوها في اي باستيله. تقدروا تعملوا الباستيله الدجاج، ماشي يعني صدر ديال الدجاج تسلقوه في الماء ومن بعد تعملوا له هاد العطريه وطيبوه على شكل باستيلات الحوت. هي كتجي فيه رائعه. هنا كيف ما قلت لكم عاوتاني كناخذ مقله.
زولت هذيك الشعريه صافي كانت طابت. كناخذ هنا واحد المقله هكا كنعمل فيها واحد المعلقه الزبده باش غادي نشحر فيها الحوت ديالي. شوفوا البنات، بالنسبه للحوت انا هنايا كان عندي الكامبا، كان عندي ماشي كالامر، كان عندي السيبيه، بحال زعما اي حاجه كانت متوفره عندكم كما قلت لكم. وكانت عندي الميرلا وواحد الحوته اخرى. صافي هنا الكامبا عملت في الاول عملت معلقه ديال الزبده، بقيت كنشحر فيها واحد شويه حتى دابت ديك الزبده. من بعد غادي نزيد واحد 2 معالق ديك التشرميله اللي شرملتها صافي، وغادي نخليها كتشحر. غنخليها كتشحر على عافيه تكون. مهم نزيدوا عليها البوطه مزيان، لان الحوت كيبقى يطلق الماء، ولكن ما خصوش يكون مياه. خصها نتوما ملي كتزيدوها البوطه كتشحر مزيان، كتشرب ديك المرقه ديالها باش ما كتفزكناش الورقه وتجينا الباستيله ديالنا ميها. صافي هنا كيف ما شفتوا البنات بقيت كنقليها مزيان حتى تقلات. غادي نكبها في واحد الطوبسي بحال هكا، حيت هاد المقله غادي نشحر فيها كلشي. صافي هنا ديك الشعريه دوزت قطعتها هكا حتى هي كانت شربت داك الماء، خليتها حتى شرباتن اللي غليتها فيهم. كما قلت لكم هذاك الماء ديال الكامبا كيعطيها واحد الريحه واعره، وكان فيها واحد اللون وردي غير ما بانش في الكاميرا. زدت شويه د المليحه على حسابها هي، وزدت واحد 2 معالق كبارين عامرين مزيان من بديك العطريه، وغادي نخلطها مزيان وغادي نخليها على جنب تبرد. صافي البنات كيف ما شفتوا غادي نحاول هذيك الشعريه غادي نحاول انني ندخل فيها العطريه مزيان، وغادي نخليها على جنب. هنا غادي ندوز باش نشحر السيبيه كما قلت لكم نفس المقله غادي نعمل فيها كلشي. هنا خديت السيبيه حيتاش كتزلق، خليتها طروفه كبارين، قلت حتى طيب وديك الساعه نقطعها بالمقص. حتى السيبيه نفس الطريقه ديال الكامبا. عملتها في الاول هكا في المقلات فيها معلقه الزبده، من بعد زدت 2 معلقات حتى هي ديك القامه. من بعد ملي بدات كتشبر راسها بديت كنقطعها بالمقص، حيت هي كتزلق بزاف اكثر من الكالامر. على داك الشيء صافي من بعد بديت كنقطعها بالمقص، عاوتاني نقطع طروفه صغارين. نتوما الا كان مول الحوت يقطع لكم من الاحسن. صافي البنات هنايا كيف ما شفتوا معايا قطعتها صغيره حتى رجعتها هكا طريفات صغيرين، ما تبقاش عاوتاني كبيره بزاف بلا قياس، لان هنا كانوا عندي الطروفه كبارين. وحتى السيبيه كتطلق الماء، خليوها حتى تشرب الماء ديالها مزيان في المقله، عاد طفيو عليها. صافي من بعد ما زولت السيبيه عاوتاني زدت واحد المعلقه صغيره اخرى د الزبده. هنا كانوا عندي واحد 2 د الميرلات كبيرين شويه، زولت لهم الشوكه ديالهم ونقيتهم مزيان. صافي حتى هما غادي نحاول انني نبقى كنشحرهم هكا. غادي يتفرتوا طبعا، هما راه غيتفرتوا لكم في المقله، غير هي انا كنعملهم العطريه من كل جهه يعني بوحديتها كيف ما شفتوا معايا دابا موضح في الصوره. صافي البنات هنايا شفتوا راه كتفرتت الراسه، ومن بعد ملي كتبرد الا كانوا باقي فيها شي شوكات كنزولهم. صافي من بعد هنايا هذيك المقله عاوتاني زدت فيها معلقه الزبده وعملت فيها هاد الحوته هذه. شوفوا الصراحه هاد الحوته مون فيزافير غير تخربيقه والله، لان عذبتني في التنقيه ديالها. من الاحسن يكون عندكم القرب ما كيكونش فيه داك الشوك، ومهم يكون عندكم شي حوت فيه غير اللحم وما فيه شي الشوك. بحال الميرلا ما عذبتنيش حيت زولت لها شوكه في الاول. هذيك الحوته ما بغاتش تزول لي الشوكه ديالها في الاول، الصراحه عذبتني وما خرجتش شي كميه يعني واحد شويه وصافي. غير كما قلت لكم هذيك تخربيقه. صافي البنات هنايا بعد ما طاب لي الحوت ديالي كامل ونشفته مزيان، خديت الصينيه ديال الفران اللي غنعمل فيها الباستيله، دهنتها بالزيت مزيان. كنبدا الورقه ديال الباستيله كنبدا ندهن كل وحده بوحديتها بالزيت، ما كندهنهاش بالزبده. الزيت كيقرمش هاد الورقه هذه. صافي كيف ما شفتوا كان طريقه عاديه جدا بحال اللي كنعمل باستيله الدجاج. كنعمل باستيله د الحوت حتى هي كنفرشوا الورقه الاولى، من بعد كنبداو ندوروها هكا بالورقه الباستيله هكا مع الجوانب، ومن بعد عاوتاني واحده في الوسط هنا ضروري باش تجمع هادو كاملين، وباش الحشوه ديالنا ما تخرج لنا شي من على يعني ملي تكون كطيب ما تخرج لنا شي من تحت هكا. صافي يعني باش نضمن انها غادي تجي مزيانه وتبقى الباستيله ديالي مشدوده. صافي كندهن ديك الوراق كاملين كما قلت لكم بالزيت مزيان. من بعد في الاول
غادي ناخذ هذيك الشعريه الصينيه، غادي نزيدها المرنه، وغادي نزيد ديك الحوته اللي دابا عاد حتى هي نقيت، غنزيدها شويه من القنبه والكالامار حتى هما غادي نزيدهم لها، وغادي نخلطها مزيان مع بعضيتهم، وغادي نفرشها هي الاولى كيف ما شفتوا. غادي نفرش هذا الشيء هذا هما الاول. صافي من بعد عاد غادي نزيد الحوت اخر. صافي هنا البنات فرش ديك الشعريه الصينيه، وكنحاول نقدا بيدي زعما باش تجي متساويه، باش ماشي يجي بلاصه عامره بلاصه خاويه. صافي هنايا كنزيد هذاك الطريفات هاد الكالامار، وهنايا كنزيد حتى داك شويه د الكامبا وداك العطريه اللي بقات لي كنكبها فوق منها ما كنضيعهاش. صافي هنايا البنات كنبدا نجمع الورقه ديالي د الباستيله بهذه الطريقه هذه، طريقه عاديه. صافي وغادي نجيب ورقه واحده اخرى بحال هكا، غادي ندهنها بالزيت مزيان، وغادي نعملها فوق منها. صافي على هادشي البنات انا قلت لكم هذه باستيله اقتصاديه، لان كتعملوها بداك الشيء اللي عندكم في الدار. واخا انا الصراحه ديك الحوته الاخرانيه راه عذبتني في التنقيه وما كتخرجش بزاف، باش ما نكذبش عليكم كتخرج واحد شويه. من الاحسن كما قلت لكم يكون عندكم القرب ولا شي حاجه بحال هكا تكون ملحمه، واللحم ديالها تكون بيضه طبعا ماشي اللحم ديالها كحله. صافي هنا الباستيله دخلتها للفران طابت. كان عندي الفران سخون طبعا من قبل، ملي دخلت نقصت لها واحد شويه. هنايا هذه انا كنت وجدت انا الفطور، هنايا غادي نفطروا بها. صافي غادي نعملها هنايا هكا في طوبسيل، وان شاء الله ملي غادي نقسمها هكا غادي نوريكم من الداخل ديالها. شوفوا انا باش طيبتها زعما كطيب دغيا، ما كتعطلش في الطيب ديالها نهائيا، لان كلشي طيب. الورقه اللي كتبقى خصها طيب. خدات معايا واحد 45 دقيقه في الطياب. صافي كانت كافيه. صافي وهذايا هو الداخل ديالها كيف ما شفتوا، عرفتوا جات بنينه جات كتحمق. صافي وهذا هو الفطور ديالنا كان اليوم. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ومهم البنات كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، والله العظيم كتجي زوينه كتجي فنه. وهذا الروتين من مورا المغرب طبعا، هذا الروتين من مورا المغرب كما قلت لكم، من مورا ديك الروينه ديال الحوت والباستيله، لان الحوت كيعمل الريحه كيف ما عارفين، حيت نقيتو بزاف د الحاجات. ما دركتش نعمل هذا الروتين قبل المغرب، شاركت معكم الروتين الليلي زعما من مورا المغرب شنو كنعمل. هنا البنات دوز باش نغسل البوطه بالمسانده ديال المساند الرسمي ديال هذاك البرودوي دبي. ما عرفتو هذيك الفن الصراحه، هذاك البرودوي انا عمري ما ننسى له الخير ديالو. كتكون الحاجه لاصقه في البوطه. عرفتو هاد البوطه دابا كانت مسكينه ميدمه، فيها الحريره فايطه، فيها كلشي، وعملتو فيها صافي واحد شويه كتحكه. صافي كلشي كيخرج كيشعل. صافي هنا البنات كنبدا نمسح داك الوسخ كامل، كلشي كيزول كيف ما قلت لكم طبعا بعد ما كتحكوها. غير هي ما كيكونش واحد العناء زعما داك البرودوي دغيا كيقلع داك الشيء. صافي هنا عملت شويه د اللخيه اولا جافيل في السربيطه. غادي ندوز باش نمسح هاد الحيوط هادوما باش ما تبقاش فيهم الريحه د الحوت وما يبقاش فيهم ليدم، حيت عاوتاني من الاول ديال رمضان ما مسحتهم ولا شي حاجه. كيف ما شفتوا معايا كنت عملت دوك الروتين. صافي عاوتاني ما بقيتش عملت حتى شي حاجه. صافي هنايا البنات غادي نمسح مزيان هكا بجافيل. من بعد غادي نعاود ديك السربيطه غادي نشلها بالماء، وغادي نعاود عاوتاني فوق منها. غادي نمسح هكا، كنمسح بلاصه غنمسح هاد البلاصه ونمشي نمسح بلاصه اخرى. ايوا صافي وهانتوما معايا كيف ما شفتوا. كنتمنى انا عارفاكم هذا الروتينات كيعجبوكم، وكنتمنى بصح الناس الجداد القناه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالهم. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما نقيت الدنيا تما رجعت كتشعل. طبعا هذا هو الراحه النفسيه ديالي انايا. شكون بحالي البنات. هنايا كنت شنو سميتو هذا المحافظ ديال الكوتي، جابوهم ولادي قبايلاتي في الصباح ملي جاو من المدرسه مع الثلاثه، وبقاو تما ما دركتش نزول منهم هذا الشيء. كنزول منهم هذا الشيء المهم الحاجه اللي كياكلوها واللي كتبقى تما راه كنعيا نقول لهم الحاجه اللي خصكم ديوها خصكم تاكلوها، ما تبقاوش تجيبوها زعما هكا باش الحاجه ما ترماشي. ولكن ضروري كيرجعوا شي حاجه ما كتعجبهمش ولا تسمار الشباكيه ما بقاوش كياكلوهم. في الاول رمضان كانت كتعجبهم الشباكيه، دابا صافي ما بقاوش كيبغيو ياكلوها. صافي غادي نعمل داك البوطات باش يتغسلوا. هنايا غادي نزول داك المواعن كاملين البنات ردهم بلاصتهم هكا. وكيف ما قلت لكم كيفاش كون بحالي حتى انا كتحسوا بالراحه النفسيه ملي كتعملوا هذا الروتين. هذا هو اهم روتين، احسن من الطياب واحسن من كل شيء والله العظيم. صافي هنا غادي نرد كل حاجه بلاصتها، المواعن كل شيء باش كتصبح الدنيا نقيه. عاوتاني
غدا الصباح ان شاء الله كنعرف شنو غادي نعمل. وصافي البنات، وهذا هو الروتين ديالنا كيف ما قلت لكم. كنتمنى انه ينال اعجابكم، ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بالتعاليق ديالكم المزيونه بحالكم. شكرا لكم، شكرا للناس الجداد. الناس القدام طبعا بلا مرحب بهم، مرحبا والف مرحبا بكم. القناه قناتكم، وكنقول لكم بالسلام عليكم حتى الفيديو القادم.